انتهت قمة المنتخب التونسي والنيجيري بفوز المنتخب النيجيري 3-2 في مباراة ظهر فيها المنتخب التونسي بأول 75 دقيقة بمستوى سيء جدا، وفي آخر ربع ساعة ظهر بالوجه الحقيقي وأدى أداء أكثر من رائع. قرر المدرب التونسي إنه يلعب في الضغط في نصف الملعب، لكن هذا ما كان شيء موفق لأنه نصف ملعب المنتخب النيجيري يتواجد فيه واحد زي انديديا أيوبي قادرين إنهم يتعاملوا مع أي ضغط، وهذا كان واضح في الشوط الأول. وكان كل لعب المنتخب النيجيري يعتمد على الجانب الأيسر، إنهم دائما يوصل الكرة للوكمان اللي كان بيعرف يتعامل مع المدافع، اللي كان دائما بيلاقي نفسه في حلول لاعب للاعب، وكان يقدر يلعب كرات عرضية العثماني بشكل سهل جدا، اللي وصل له أكثر من كرة واستغل منها هدف واحد. كان ممكن المساحات على لوكمان بشكل خاص، ويجبر المنتخب النيجيري إنه ينقل اللعب للناحية الأخرى. اللاعب اللي كان على الناحية اليمنى كانت ضعيفة جدا، وما كان باستطاعته يخلق نفس الخطورة اللي خلقها لوكمان في المباراة هذه. لكن في كل الفرص اللي كان يطلع فيها المنتخب التونسي ويهاجم، كان الدفاع النيجيري بيرتكب أخطاء فادحة، وكان دائما في فرص للتسجيل، لكن في الشوط الأول ما عرف يستغلها، وهذا كان مؤثر على المنتخب التونسي، خاصة انك تضيع فرص وتقبل هدف، وهذا أثر على لكن في الشوط الثاني وفي آخر ربع ساعة خاصة بعد دخول تونكتي المباراة كلها اختلفت، وقدر يصنع حلول كثيرة جدا على الطرف الأيسر، تقريبا ما خسر أي كرة، وكانت مراوغاته كلها ناجحة، وقدر يلعب كرات عرضية استفاد منها المنتخب التونسي بشكل جيد. وأيضا المجبري قدم مباراة رائعة جدا، خاصة في الشوط الثاني لاعب بلاي ميكر مستوى عالي جدا، دائما يمتلك حلول ونظرة مختلفة عن كل اللاعبين. لكن في نهاية المباراة كان ممكن أحرز المنتخب التونسي هدفين كانوا فارقين في نفسية اللاعب التونسي والمشجع التونسي. المنتخب التونسي يكون واقف على قدميه، ودائما كل ما اختبر خط دفاع المنتخب النيجيري كان يسقط في الاختبار، وكان لهم أخطاء فادحة. كان فوضى المنتخب التونسي يلعب بهذا الشكل من البداية، لكن في النهاية المدرب قدر يعدل أخطائه وتعامل مع الشوط الثاني خاصة في ربع ساعة الأخير بشكل جيد، سنحت له فرص للتعادل لكن ما تمكن. وممكن هذه كان خطأ المدرب، انه احترم المنتخب النيجيري اكثر من اللازم، وما ضغط على نقاط ضعف المنتخب النيجيري اللي هي متكمنة في الدفاع. لكن في النهاية 3-2 انتهت المباراة. المنتخب التونسي يقدر يعوض في المباراة القادمة ويتأهل للدور الثاني، وهذا الأهم.